النهاردة شباب هشرح عن بي بليد اكس الاصدار سي اكس 11. فطبعا يا شباب الاصدار دوت فيه 3 بلابل، واكيد من تكارا تومي، وهو اصدار يعتبر سي اكس، مصنف ان هو سي اكس. والاصدار بيجي فيه 3 بلابل، والبلبل الرئيسي فيه واللي هو امبيرور مايت، اللي هو بالترجمة اسمه امبراطور القوة. وكمان البلبل التاني واللي هو جولم روك، هو بلبل برضو موجود، نزل ولكن المرة ديت بنسخة خضراء. وبلبل جديد اسمه شارك جيل بس مظهرش في الانمي. وطبعا ادي العلبة من ورا تشرح لنا كل حاجة. فاولا عندنا هنا امبيرور مايت، وهنا عندنا الجولم روك والشارك جيل، وقطع بتنضاف لبلابل فريق الاشبال. فهنبدأ يا شباب اولا مع بلبل امبيرور مايت امبراطور القوة، واللي هو للاعبة 9 كروسو، واحدة من اخواتها. فطبعا يا شباب يلا نشرح عن قطعه. طبعا يا شباب لو لاحظتوا فوق هتلاقوا عنده نمطين. الميزة الخاصة اللي هي عنده نمطين، نمط الدفاع ونمط الهجوم. وطبعا يا شباب حاجة بتضحك على السريع، البلبل ملقب ببلبل الوافل، لان الميني بليد شبه الوافل. لو لاحظتوا تصميمها شبه الوافل، فالناس بيسموه بلبل الوافل. وطبعا اول قطعة واللي هي اللوكيت شيب، اللي هي تصميم ملك. وطبعا يا شباب هي على تصميم تاج مش ملك، سوري. وطبعا هي اول او تاني لوكيت شيب فيها حديد في بيبلت اكس، لان اول واحدة كانت في بلبل نادر من تطبيق البيبلت اكس الياباني. واما الميني بليد فاسمها مايت. اللوكيت شيب كانت امبرر، والميني بليد كانت اسمها قصدي مايت. فطبعا هي ميزتها ان ليها يعني هي تعتبر صراحة لو لاحظتوا. فطبعا يا شباب زي ما قلنا هي تعتبر صراحة مش عارف، هي مش مزدوجة، يعني لا هي هجومية ولا هي تحملية ولا دفاعية. انا شايفها مزدوج ضايع، يعني مين بليدز تعتبر مش معتمد عليها. واما الاسيست بليد فهي اسيست بليد اتش هيفي. طبعا هي اول اسيست بليد فيها معدن يا شباب، لان عندها منطقتين معدن. وطبعا هي يعني تعتبر اسيست بليد هجومية نوعا ما، فينصح بها للهجوم، وبرضه ينصح بها لخطط الدفاع، ولكن التحمل مش قوي. ونيجي على التقييمات، الهجوم 44، الدفاع 44، التحمل 37. واما البت واللي هي بت مدموجة في الراتشت واللي اسمها او بي اوبريت، ايوه يا شباب. فطبعا يا شباب هي ميزتها ان ليها نمطين زي الشاشة، زي ما انتم شايفين في الشاشة هنا نمطين. فطبعا اول نمط المفروض ان ده نمط الدفاع، وهو المفروض انك يعني اللي بيجي زي العلبة، يعني المفروض ان هو بيكون يعني نمط في الكرة البيضاء اللي انتوا شايفينها دفاع، هي كرة مدورة دفاعية، تمام. واما النمط التاني فانت بترفع يا شباب زي ما انتوا شايفين، مش فيه هنا 4 حاجات ديت، انت المفروض انك بتمسكهم بصوابعك كده وبترفعها وبتلف، فبتعمل الوضع الهجومي زي درايفر الاخير والمحارب الفولاذي كده، يعني فاهميني قصدي ايه؟ فطبعا انت لما ترفعها يا شباب بتكون القاعدة البيضاء اختفت، وبتكون القاعدة مستقيمة وبتهجم. ممتاز. وهنا عندنا التقييمات 20 في التقييمات بالوضع الدفاعي الهجوم 20، والدفاع 50، والتحمل 50، والارتفاع اظن الارتفاع 10، والبيرست 30. واما ثواني ده مش الارتفاع ده، ايه ده؟ مش فاهم. اوكي يا شباب ده مش مفهوم، ده البيرست ودوت الارتفاع 35 والبيرست 30، فبيتعمل له بيرست بسهولة للأسف، تمام.
وأما بالوضع الهجومي بيكون 50 الهجوم، وأما الدفاع 35، 10 تحمل، و35 35 اللي هو اللي مش عارفينه. وأما البيرست زي ما احنا عارفين 30، والطول بيبقى 90. وطبعا يا شباب في الانمي فريق الاشبال بياخدوا قطع من البلبل دوت وبيحطوها على بلابلهم. فمثلا التنين الشجاع، قصدي التنين المقدام، تمام، سنة اسمه ايوه التنين المقدام يا شباب خد اسيست بليد هيفي، وبقى بالاسيست بليد هيفي وهجماته بقت اقوى يعني. واما يا شباب لغز الاندفاع فخد المين بليد وبقى بدل اسمه ويزارد ارك ويزارد مايت، لان المين بليد اسمها مايت، وبقى يعني يعتبر تحملي مش عارف. المهم واما بلبل قوار الحاصد هيلث ريبر اللي اسمه متسربش من سبيس تون، خد القاعدة البيت المدموجة في الراتشت، وبقى حرفيا كده زي ما انتم شايفين في الصورة لو لاحظتوا من تحت بيختلف عن كده. البلبل التاني واللي هو جولم روك بنسخة خاصة. فطبعا يا شباب البلبل الجولم روك بقى جاي بنسخة خضراء يعني مميزة. المهم يا شباب عندنا البليد زي ما انتوا يعني انتوا اظنكم مش عارفينها لان اول مرة اشرحها في القناة. هي المفروض ان هي هنا 3 مش عارف، هي بليد دفاعية غريبة جدا. هو مفروض البلبل الاصلي دفاعي، حتى هما حاطين هنا دفاع وهو يو اكس ودوران يميني. فصراحة البليد غريبة جدا جدا. المهم نخش على التقييمات. هجوم 35، دفاع 65، مش عارف ازاي 65 في البليد الغريبة دي. واما 15 في التحمل. والراتشت واللي هي اول راتشت معدنية في بيبلت اكس، والوحيدة كمان المعدنية في بيبلت اكس، واللي هي نزلت مع بلبل برضو في البي اكس، بس يعني انا مش رحتش عنه فجت الفرصة اشرح عن الراتشت دي واللي اسمها M85. فطبعا شباب هي ليها 5 مناطق يعني اللي زي 5 راتشت 5. ولو لاحظتوا هتلاقوا ان الفض دوت شباب معدن وطولها 85 ملم. فطبعا شباب الهجوم 8، الدفاع 19، التحمل 13، والطول 85 اللي هو طويل بزيادة يا شباب. والبت واللي هي HN هاي نيدل نفس بت الفارس المدرع، ولكن بدل باللون الاخضر بقت باللون الابيض. وطبعا هي البت برضو قاعدة حادة يعني، ولكن هي اطول من النيدل العادية بسنتيمتر تقريبا. المهم عندنا هنا الهجوم 15، 55 الدفاع، 20 التحمل، و10 السرعة، و30 البيرست. واما البلبل اللي بعده واللي هو شارك جل يا شباب، واللي ليه حكاية صراحة طويلة. فطبعا يا شباب ادي اسمه شارك جل 560 FP. فطبعا يا شباب هو بي اكس تمام، وتحملي ودوران يميني. وطبعا يا شباب اللي مش عارف البلبل دوت نزل كاصدار حصري من هاسبرو، ولكن تكاراتومي خدت البلبل من عند هاسبرو وعملته عندها في العلبة الثلاثية ديت. وبشكل غريب جدا البليد مصنفة تحملية. ازاي يا شباب دي ازاي بليد تحملية؟ يعني انا بالعقل يعني دي بليد هجومية، يعني واضح من شكلها شبه القرش المدعم. شباب ازاي تحملية؟ لا ماشي دوران يميني عادي، فمش مهم. المهم عندنا الهجوم 20 و25 اسمه ايه ده الدفاع، و55 التحمل. راتشت 560 واللي هي ليها 5 مناطق وطولها 60 ملم. فبس هو ده كل اللي عندنا من الراتشت. وهجوم 12، 9 الدفاع، 9 التحمل، 60 الطول. البت اسمها فري بول واللي هي بتيجي مع بلبل اسمه الذئب الفضي، اسمه كده من سبيستون كمان عشان ما تقوليش ده اسمه بالانجليزي،
اسمه بالانجليزي سيلفر وولف. فطبعا البت ديت نفس بيت بول اللي هي دايرة للتحمل، ولكن المرة دي هي بتخلي البلبل يبقى دوران حر، يعني مش عارف ازاي، بس مش مهم. المهم الهجوم 10، 25 الدفاع، 60 التحمل، والبيرست ايه ده؟ البيرست 3.5. وات؟ لا السرعة، معلش، السرعة 3.5 والبيرست 30. انا اتفاجئت قلت دي ضعيفة جدا في البيرست. فبس كده طبعا يا شباب، قبل ما نخلص الفيديو ادي قطاع البلبل. المهم يعني ملاحظة بسيطة جدا. فبس كده، اتمنى الفيديو كان عجبكم. اكتبوا لي في التعليقات ايه اكتر بلبل عجبكم من الاصدار دوت، ولو هتسألوا هتاخدوا رأيي هل البلبل عجبني، الاصدار عجبني، الاصدار عجبني. وايه اكتر بلبل عجبني؟ اكيد امبيرور مايت. و ايه يعني لو هتقولوا لي تشتروا الاصدار دوت ولا لا، فانا انصح بشرائه جدا جدا جدا. فبس، مع السلامة.